بسم الله الرحمن الرحيم. في زمن غابر، عندما كان الظلم يخيم على الأرض وكانت عبادة الأصنام تملأ القلوب، برزت قصة خالدة، قصة فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى. في مدينة عامرة بالقصور والمعابد، كان هناك شباب طاهرون رفضوا أن ينحنوا لغير الله. وقفوا شامخين أمام الملك الظالم، معلنين إيمانهم بالله الواحد القهار. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. كلمات صدحت بها حناجرهم، فكانت أقوى من كل تهديد وأعظم من كل وعيد. وفي ليلة ظلماء، عندما اشتد الخطر، ألهمهم الله إلى ملجأ يحفظ لهم دينهم. ساروا في دروب الجبال الوعرة، يتبعهم كلبهم الوفي، حتى وصلوا إلى كهف عميق يختبئ بين ثنايا الصخور العظيمة. دخلوا الكهف وقلوبهم تنبض بالإيمان، فضرب الله على آذانهم سنين عددا، وبدأت رحلة النوم العجيب. 309 سنين، والشمس تميل عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. مرت الفصول، تعاقب الليل والنهار، تغير العالم من حولهم وهم في سباتهم العميق. يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وفي يوم من الأيام استيقظوا كأنهم ناموا ساعات معدودة. نظر بعضهم إلى بعض متسائلين: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أرسلوا أحدهم إلى المدينة ليشتري طعاما، فوجد عالما مختلفا تماما. العملة تغيرت، الوجوه تبدلت، والمدينة التي تركوها بالأمس أصبحت أثرا بعد عين. انكشف سرهم للناس، فأصبحت قصتهم آية من آيات الله، برهانا على قدرته سبحانه في إحياء الموتى، ودليلا على أن وعده حق. هذه القصة العظيمة ليست مجرد حكاية من الماضي، بل هي درس خالد في قوة الإيمان وثبات اليقين، وأن من يتوكل على الله فهو حسبه. إخوتي المشاهدين، دعونا نتأمل في هذه المعجزة العظيمة ونستلهم منها الدروس والعبر. فكما حفظ الله أصحاب الكهف، يحفظ كل من يلجأ إليه بصدق وإخلاص. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أحبابكم لتعم الفائدة. ولكم مني خالص الدعاء بأن يحفظكم الله ويثبت قلوبكم على الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.